السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. وصفتنا نهار اليوم جبت لكم طاكوس المحلات. شفتوا هذاك الطاكوس اللي يتباع ويجي بنين بزاف، يعني بعض المحلات الخطر كاين في بعض المحلات ناكلوه ما يشبه والو. سما كي نقول لكم طاكوس المحلات يعني المحلات الفاخره اللي يبيعوا حاجه شابه. ودرتها لكم بصلصه الجبن الاصليه اللي كنت شاركتها معكم من قبل، اللي كنت قريتها وكنت الحمد لله اول وحده حطيتها على اليوتيوب ما يجي فيها لا نشا لا والو. الوصفه الاصليه اللي يقراوها بالدراهم جبتها لكم باطل. ووصفتنا نهار اليوم برعاية خبز تورتيلا تاكوستار. شوفوا يا البنات قد ما نشكر لكم فيه ما نوفيش حقه صراحة، ما شاء الله ما يتقطع، ما فيش كاع هذوك المشاكل تاع خبز التاكوس. شفتوا بزاف انواع كي نجيو نخدموا فيهم يقعدوا يتفتوا يغبنونا، هذا ما شاء الله كاين بزوج احجام. القطر تاعه الازرق والصفر 30 سنتيم، وهذاك الخضر 25، يعني صغير عليهم شويه. بصح هذا الصفر حجم عائلي، شوفوا شحال فيه، تقريبا كيلو، وفيه 10 حبات وواحده مجانا، يعني حجم عائلي. والاخرين فيهم 6 حبات وواحده مجانا، يعني 7. انا اليوم خدمت بهذا الصفر ودوك تشوفوا معايا الطريقه. نفوتوا المقادير وطريقه التحضير بسم الله. اول حاجه جيبوا صدر تاع الدجاج وقطعوه شرائح ولا مكعبات صغيره هكا باش يطيب بالخف كما هكا. جيبوا الريسيبيون تاعكم ديروا فيها قبل التتبيله، يعني خدموها قبل عاده كون ديروا الدجاج، ما تبقاوش تحطوا فوق الدجاج باش هكا يتخلط مليح. درنا مغرف صغيره معمره مليح تاع سكر جبير، مغرف فلفل احمر، نص مغرف كمون، شويه فلفل الكحل، توابل الدجاج ولا توابل الشاورما، وشويه كركم من اجل اللون، مغرف صغيره ملح، وعلبه ياغورت طبيعي كيما هكا نخووها كاع. والبنات زيدوا عصره تاع الليمون، الا ما كاش عندكم الليمون ديروا مغرف صغيره تاع الخل، ومغرف صغيره كيما راكم تشوفوا مع معمراش مليح نتاع الخردل لا موطارد، وزيدوا 2 مغارف نتاع الزيت كيما هكا. ونخلط كلشي غايه، خلطوا هذيك التتبيله مليح. من بعد زيدوا الدجاج تاعكم، من الافضل تخلوا الدجاج في هذه التتبيله، خلوها واحد 2 سوايع هكا، غطوها وخلوها في الفريجيدير باش يتشرب مليح. والا كنتي روطار ولا معليش ديريها فيه وطيبيها مباشره، بصح كي تشرب مليح يعني من الافضل. كيما هكا هوت هذاك الدجاج فيها، خلطت كلشي غايه، وكيما قلت لكم خليتها تريح واحد 2 سوايع. وزيدوا لها سنينه تاع الثوم هكا ما تنساوش، خلطوا كلشي غايه وبلعوا عليها. بعد ما فاتت 2 سوايع جيبوا المقله تاعكم تكون بالغطاء تاعها من الافضل، وهودوا هذاك الدجاج كاع فيها وما تزيدوا فيها لا زيت لا والو. هذوك 2 مغارف اللي درناهم في الدجاج كافيه، غادي الدجاج يطلق الماء نتاعه، يطلق لي دم نتاعه، مع انه الصدر ناشف بصح ما نسحقوش الزيت بزاف. وجيبوا كاسرونه ديروا فيها علبه تاع كريم فريش، لكات عندكم تاع القرعه ديروا كاس، المهم بنفس العلبه عبرت وحده حليب وحده كريم فريش وحده حليب، اللي عبرتوا بالكاس كاس كريم فريش وكاس حليب. ندوهم فوق الغاز مع التحريك المستمر حتى تشوفوا الخليط نتاعكم رفد الغليه تاعه. من بعد نديروا قطعه تاع الفرماج، والفرماج ربي كنت وريته لكم هذاك اللي خدمت به، كل مره تسقسوني. في نفس الوقت الدجاج تاعنا راه يطيب على نار متوسطه البنات، ما تجهدولهاش بزاف وما تنقصولهاش، نار متوسطه تشوفوه كاع طلق الماء تاعه خطره على خطره، حركوه. وكي قرب هكا ينشف يقعد فيه شويه ما تنشفوهش كاع، خلوا شويه تاع لاصوص وطفوا عليه. زيدوا لها شويه كركم من اجل اللون باش تعطينا هذوك اللون الاصفر الشباب، ولا هكا شويه زعفران على راس المغرف. المهم البنات انا صلصه الجبن تاعي ما نديرش فيها الملح، لانه الجبن مالح، مع الصوالح الاخرين ديجا طيبناهم بالملح، ما نبغيش نزيد فيها الملح. اللي بغات تزيد شويه ملح تزيد هكا غير على راس المغرف. خلطوا مليح هذيك القطعه تاع الجبن حتى تحسوها باللي صاي دابت وتفتت. نزيدوا لها هذاك الفرماج ربي ونخلطوا غايه، ونخلو الخليط نتاعنا حتى يرفد الغليه عاود. نخلطو مليح حتى تحسوه راه شويه يتقال وتطفوا عليه. تشوفوه في الاول كي تطفوا عليه تشوفوه شويه خفيف، من بعد غادي يتقال معاكم. وشوفوا لي هنايا هذاك الدجاج تاعنا صاير واجد، طفيت عليه خليت فيه شويه تاع لاصوص، ما تنشفوهش كاع، خلو فيه غير شويه. الحاجه الشابه اللي عجبتني في هذا المنتوج تاع بلادنا انه محكم الاغلاق. شوفوا تقصوا قبل بالمقص، راه كاين الخط وين تقصوا، من بعد كي تحليها وتبلعيها كي بقاو لك حبات شوفوا تغلقي عليهم عادي، يعني تبلع عادي عاود من بعد الحبات اللي يبقاو تبلعيهم عادي، ما تقعدش هكاك محلوله او يبسوا لك ولا يخسروا لك. يعني ما شاء الله لومبالاج تاعه. وتاني الطياب تاعها شوفوا لي البنات اللون، يعني اللون نتاعها محمر ما شاء الله من كلتا الجهتين، خاطر معروف التاكوس يعني جهه تكون شويه بيضه اللي نطيبوا عليها وجهه الحمراء نعمروا فيها من الداخل. هذا كلتا الجهتين محمر، بصح راها باينه الجهه اللي نطيبوا عليها، يعني الجهه الملساء هذيك نخلوها من برا، والجهه الاخرى اللي نطيبوا فيها الجهه هكا فيها شويه هكا مكروشه جايه باينه.
شفتوا هاد الحبة كيفاش درت لها، يعني عذبتها وما صرا لها والو، وهذه هي الحبة اللي غادي نعمر بها الحبة الاولى تاعنا، ما يصرا لها والو يا البنات. هاد النوعية راهم يخدموا بها صحاب البيتزاريات بزاف، يشرو غير منه وراه متوفر في الاسواق، نقول لكم شروه وجربوه على بالي غادي يعجبكم. شوفوا درت شويه مايونيز، انايا كانت كملت لي المايونيز، معليش غادي نعوضها بصلصه الجبن، راني خادمه صلصه الجبن. ديروا الفريت وديروا هذاك الدجاج ونديروا صلصه الجبن. هنايا البنات كي ديروا البطاطا ديروا صلصه الجبن عاد وديروا الدجاج. كنت نسيت صلصه الجبن حتى درت فرماج رابي وتفكرتها، معليش غادي عاود نزيدها كيما هكا باش تدخل لداخل. المهم كتروا باش يجي هكا من الداخل كيما نقولوا مشخشخ مفرمج، ما يجيش ناشف. وبهذه الطريقه يبلعوا، يعني بهذه الطريقه دوك نعاود لكم حبه باش تفهموا مليح. شوفوا طريقه سهله مهله ويجي كيف كيمنا ما يجوش هذوك الجناب تاعها خارجين. الاول غادي نديرها كراتينين، نزيد عليه تقريبا واحد 2 مغارف كبار تاع صلصه الجبن، ونزيد فرماج رابي وندخله للكوشه حتى يتحمر هذاك الفرماج ويذوب. شوفوا نعاود لكم حبه، يعني الغلق تاعها سهل، وريتكم كيفاش يبلعوها في البيتزاريات، يعني كيما هكا يخدموا. نعقل نهار قريت على البيتزا وعلى هاد الصوالح، عندي دبلوم تاع 6 اشهر والحمد لله. قريت عند الشيف يعقوب الغني عن التعريف، كان ورانا قالنا كيما هكا يتبلع التاكوس. انا صراحه من قبل كنت نبلعها عادي، بصح قالنا كيما هكا يتبلع التاكوس. بصح كانوا يقراو معايا ديجا وحدين كان عندهم بيتزاريات وكانوا يخدموا كاع في المجال، كان خاصهم غير الدبلوم. المهم كانوا يقراو معانا، قال لك حنايا ما نستعملوش هذه الطريقه لخاطر كي نستعملوها شوفوا هذه الطريقه يجي مبلع غايه، بصح التاكوس يولي الحجم نتاعه صغير والمشتري يبغي يشوفه كبير، ما يستعملوش هذه الطريقه. بصح هذه افضل طريقه ولكم الاختيار. وكيما هكا طيبته مليح في هذيك المقله اللي فيها الخطوط، يعني طيبوه على جهه عاود قلبوه على الجهه الاخرى باش يجوا هكا الخطوط مربعات، كيف من الجناب تاني طيبوه باش يجي محمر غايه. وشوفوا لي الشكل تاعها ونقصها معكم تشوفوا من الداخل كيفاش جا مفرمج ماشي ناشف، جا ما شاء الله جاي يهبل في البنان. نقول لكم غير جربوه بهذه الطريقه، على بالي ما غاديش تستغناو كاع عليها. وهذيك صلصه الجبن تعوض لكم المايونيز، تعوض لكم لي صوص الاخرين، والحشو يقعد عندكم اختياري، تقدروا تقطعوا لداخل حتى شويه بصل شويه طوماطيش، يعني كيما السلطه هكا ترشوها في الداخل وتبلعوا عليه، يعني يقعد اختياري. انا عمرته بالحشو اللي يبغوه ولادي، ما يبغوش هذاك الطماطم وهذاك البصل وكاع. شوفوا لي كيفاش جاي يكطر بالبنه، نتمنى تجربوه. وشكرا تاكو ستار على المنتوج الرائع اللي راه متوفر في كاع الاسواق والمحلات، وشكرا على الثقه اللي درتوها فيا، وكنت انا اول وحده نحط المنتوج نتاعكم في المواقع، وهذا شرف وفخر ليا انه ندعم منتوج بلادي. وهذه يا غالياتي وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم ما تنساوليش هذاك الجيم وهذاك التعليق الحلو كيفكم. الى فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.